ازيكم يا احلى ناس في الدنيا. انا مش بعمل سلطه ولا حاجه، لا انا بعمل حاجه حلوه جدا كلنا بنحبها. هنعمل النهارده مع بعض الكاروت كيك. اول حاجه هنعملها هندخل للمكونات الجافه اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا وقرفه وجوز الطيب ورشه ملح. هكتب لكم كل المقادير. ننخلهم كويس وننزل عليهم الجزر اللي احنا بشرناه. هنقلب الجزر كويس مع الدقيق بحيث نغلف كل الجزر بالدقيق. نبتدي بقى نحضر المكونات السائلة، السكر والزيت هنضربهم الأول كويس، وبعدين هنزود عليهم البيض بالتدريج. أول ما البيض كله يتضرب ولون الخليط يفتح شوية هزود طبعا الفانيليا، وبعدين هنبتدي نزود اللبن، وآخر حاجة الخل. هنضرب بقى كويس جدا المكونات دي، وبعدين نزود الدقيق والجزر اللي احنا حضرناهم من شوية. هنا بقى هنضرب على سرعة بطيئة ضربة خفيفة. واخر حاجة المفروض نضيفها عين جمل مبشور خشن، بس انا ما كانش عندي عين جمل فعادي جدا ان احنا نستبدله ونحط سوداني محمص بس نكسره حتت صغيرة. هنقلبه في الخليط بالسباتولا وطبعا في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء اللي في الكيك. وخلاص كده هنبتدي ندهن الصينية وننزل فيها الكيك عشان ندخلها الفرن. هتاخد في الفرن 40 أو 45 دقيقة على درجة حرارة 180. ولو الفرن فيه مروحة بنقلل درجة الحرارة شوية نخليها على 140 ونشيك على الكيك بعد 35 دقيقة. طبعا ريحة الكيك لما طلعت من الفرن حاجة ما تتوصفش. أنا قسمتها نصين وسبتها على الكولينج راك علشان تبرد على بال ما نحضر الفروستنج اللي الكيكة دي بتتميز بيه. زبدة تكون في درجة حرارة الغرفة وننزل عليها الكريم تشيز ونضربهم كويس جدا على ايدينا، ولو حابين ممكن نستخدم برضو العجين. وبعد كده نبتدي نزود السكر البودرة برضو بالتدريج. كل كوباية هننزلها نضربها كويس الأول لغاية ما تختفي. طبعا عشان وقت الفيديو كل المقادير دي بالتفصيل هتلاقوني كاتباها في البوست. عند آخر شوية سكر بودرة بننزلهم هنزود فانيليا، وكمان أهم حاجة رشة ملح وعصير ليمون، وهو ده اللي هيظبط معانا الطعم. هنضربها كويس جدا، والكيك كمان هيكون برد تماما. فهناخد جزء من الفروستنج ونوزعه بين الطبقتين الكيك، ونقفل الكيكة ونبتدي نحط بقية الفروستنج على الكيك. هنوزعه كويس بالسباتشولا، وبعدين هنزينها كمان في الآخر ببقية السوداني المجروش. طبعا دي ترجع لكم انتوا الشكل اللي انتوا عايزينه. وبس هنسيبها في التلاجة ساعة مثلا، وبعدين نقطعها ونقدم أحلى كاروت كيك معمولة في البيت. طعمها تحفة غني جدا، بندفع فلوس كتير قوي عشان ناكلها بره وما بتطلعش بنفس الجودة ونفس الطعم لو عملناها في البيت. شايفين جمال الكيك ولونها؟ مستحيل حد يدوق الكيكة دي وما يحبهاش. جربوها وهتدعولي.